يا عبد الله، يغنيك من الدنيا مصحف شريف، وبيت لطيف، ومتاع خفيف، وثوب نظيف، وكوب ماء ورغيف. العزلة مملكة الأفكار، والدواء في صيدلية الأذكار. وإذا أنت أصبحت طائعا لربك غناك في قلبك، وأنت آمن في سربك، راض بكسبك، معافى في جسدك، فقد حصلت على السعادة، ونلت الزيادة، وبلغت السيادة. واعلم أن الدنيا خداعة لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. فيا أخي الفاضل، ما لي أراك حزينا منكسرا؟ هون عليك، فما هي إلا دنيا. وثق يا عبد الله تمام الثقة أن هذه الدنيا ما هي إلا أيام، وكل ليلة تمر عليك تقربك من القبر، حتى يأتي الليل الذي لا صبح له إلا يوم القيامة. والله يا إخوتي الموت قريب جدا، لا نضمن يا إخوتي إذا نمنا أن نستيقظ غدا. الموت يا حبيبي قد لا تبتلى قبله بمرض. فيا أيها الناس، أظننتم أنكم ناجون؟ انتبهوا يا معشر النيام، يا من تأكلون الحرام، يا من أكلتم ميراث البنات، يا ظلمة هل شبعتم؟ ويا من تسعون للخراب والفتن هل ارتحتم؟ ويا من تنافقون الناس لتصلوا إلى العلا هل وصلتم؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دعك من الدنيا، ودعك من الانشغال بالناس، ولا تكن على أخطائك محاميا، وعلى أخطاء الآخرين قاضيا. ووالله هنيئا للمسلم المتواضع الذي يحرص كل الحرص على ألا يظلم أحدا، ولا يكره أحدا، ولا يجرح أحدا، ولا يرى نفسه فوق أحد. ونصيحتي لك يا عبد الله أن تكون بوالديك بارا، ولأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك مخلصا، ولجارك محسنا. فالدنيا زائلة، وكلنا راحلون. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.